سعادة بأنني متواجد بين رجال عظماء. كنت أعتقد وكنت أوقن تماما قبل ذلك أنني كما يلقبونني بأنني فارس على المنبر، ولكني عندما أتيت اليوم أيقنت حقيقة لا تخفى على أحد، وهي أنني طفل في الشعر يحبو تحت أقدام الكبار. ومع احترامي لشعرائنا الكبار، ومع احترامي أستاذنا الأستاذ ناجي يفجر الطاقات بداخلي، ومع احترامي للجميع أقدم أخي الغالي وأقدمه عليك أخي الأستاذ الشاعر عاطف. أولا السلام عليكم. السلام لغة الأديان جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا في المسيحية السلام لكم، والاثنين ما يفرقوش عن بعض. بقول لها فرقت دموعك وشيل حزنك من الجفون، افردي جناحك لينا واللي مكتوب راح يكون. أصل همك من ضلوعك هو تشكي للجبال، أصله لو يعرف بقيمتك عمره ما يفكر يقول، أصله لو يعرف بقيمتك عمره ما يفكر. وحاجة هي مصرف إنسان يعني في الدنيا، وأقول لها وليه يا حبيبتي تنسيني؟ ده أنا دايب في أحزاب في أيام، وعاشق حتى أحزانك، وقلم حبره من دمي يقول لك أنت نور عيني. وعشت العمر أنا بيكي ونفسي تعود لياليك، وأحكي لك عن الأشواق وعن حالي في يومي. لهيب بعدك حرج رمشي، وسيف الغدر ما رحمش، وليه تركاني وبتمشي وساعة الفرح تنسيني. تعدى أيام وأتحسر ومن ليها وهيفسر، أقول فيكي وهتعدي بتاخد منا ما بتدي، أبوسها فسري خلفي يا تنسيني وبلا ترسي. حبست الدمع في عيوني بمنن نفسي جذوري، وألقى روحي في أحضاني، لكن يا خسارة عمري وإنت مصرة تنسيني، وإنت مصرة. فدى شراعك طب لمين؟ فدى شراعك طب لمين ولسه قلبك فيه ألم؟ بتجمعي لينا الحنين وصبرك علينا من غير ثمن. الكل موال وحزين، ما عرفنا حسرة ولا ندم. لو انت تستحق الأنين، لو انت تستاهل الأنين، أرضك تشيل ليه الهرم، أرضك تشيل ليه الهرم. أكتب أشعاري وهي عبارة عن نقد لبعض الحالات التي نعيشها في دنيانا هذه. فأنتقد ارتفاع الأسعار عندما نزلت يوما إلى السوق، فوجدت أن الأسعار باهظة ومرتفعة ارتفاعا يرفع عندي ضغط الدم. فناديت على بائع
الخضار وقلت له يا بتاع الخضار، لا الكوسة مستوردة عن بخفة رسم دولار، ولا بامية جت من اليمن ولا من فرنسا خيار، ولا توم جديد او بصل مدفوع لهم جمرك، علشان كده بسألك ليه ترفع الأسعار؟ علشان كده بسألك، علشان كده بسألك، علشان كده بسألك ليه ترفع الأسعار؟ أسمع نداك أنبسط وأعرف بلدنا عمار، أسأل بكم أسفرت والجاك بجيت جبار. بقى ده كلام تعمله، بقى ده كلام تعمله دي يرضي مين أدفع المنحة ومرتبي في 6 كيلو خضار؟ انت خلاص بقيت زيهم، خلاص بقيت زيهم ومشيت مع الطيار، سرح في دنيا الجشع سراد ولا المنشار، عيب اختشي مش كده وارحم وصدقني، عذابي لو مكتبك لو أغذى تبقى الله. طب هنبدأ. محد يقول لي تاني كمان حته صغيره نقد يا جماعه للمدخنين. مع احترام المدخنين جميعا، ولكن انا خايف عليهم. بنادي على اخي الغالي المدخن وبقول له ارمي الفحم ودوس على الجوز، قرشك ينفع وقت العوز. ليه السم الهاري تجيبه وتجري وتدفع وعدوك ياخد اموالك ويجي بمدفع؟ هاتلك جزمة جديدة سليمة، ده اللي في رجلك دايبة قديمة وفيها كم لوزة، ارمي الفحم ودوس على الجوز. كيلو الفاكهة مفيد ومغذي وفيه فيتامين، كيلو الفاكهة مفيد ومغذي وفيه فيتامين احسن من اللي بتاخده يا اخويا باب الطين. تاكله بصحة يبان على وشك والمولى يبارك لك قرشك. يا سلام، يا سلام على اللحمة يا عقدة، لو تخبط حتة من الفخدة او من الموزة ارمي الفحم ودوس على الجوز. ابنك لازم الحمد لله انت بتتكلم عن ابنك لازم قميص وجاكيته، فستان بنتك دم العده وعايزه بلوزه، ارمي الفحم. اشكركم. ونلتقي مع شاعر الغابة الشاعر الصغير عبد النبي رمضان. طيب انا هفضل شايل كده ولا ايه؟ انا هفضل شايل كده؟ ايوه انت صغير. لا هفضل شايل بجد؟ هفضل شايل كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألف مبروك بمناسبة المهرجان الأول لوحش شوارع العربية. مفتتح. نقول إن أنا يعني أكثر سعادة لأن أول مهرجان تعملوه في ناديكم نادي الرجل. المفتتح يا بذرة الحرية، يا بذرة الحرية يا اللي زرعت البور، واللي يرووك يا بذرة يجوزوا من الحور، وبدمهم يا بذرة راح تطلعي للنور، نور النهار اللي جاي لك. اصل الليل لو ما راحش الارض مش هتدور.
شهيد الغزو. قال الشهيد لأمه خلصت يلا الجيش، هروح أجيب الشهادة أم البذيل العيش، عشان هنذبح ذبيحة ونأكل الدراويش، فتة ولحمة يا غالية ابنك هيخرج شويش. سافر الشهيد ومعاه من اللي زيه كتير، وكان بيسبق زمانه بالفرحة كان هيطير، فرحان بخدمة بلاده، كان ليها مخلص كبير يحمي أراضيها من كل نسل وحقير. وراحوا جاب الشهادة بس الورق ملقاش، وراحوا جاب الشهادة بس الورق ملقاش. نال الشهادة ورصاص الغسل ما استناش، اللي أمه تفرح فيه على رجله ما رجع لهاش، رجع لها بصندوق واللبس مترمي قماش. لسه جنات البلد في يوم ثوب الحداد، حتى النجوم انطفت على فراق الولاد، والليل دموعه بتنزف على ولاد الشداد. كل ولادك فداكي وما تلبسيش السواد، وانت يا بلدي يا غالية احميكي رب العباد. الغابة، تعالوا ندخل سوا ونلف في الغابة، هنلاقي جواها أسود وكمان ديابة، شبلين ولاد الأسد كانوا لحم الغلابة، وخلوا أحلامنا جيفة في فم الديابة، وبلعوا بدمنا والدنيا قلبانة. ولقينا جوه كمان ثعلب المنكر، الدنيا ضحكت عليه على انه مش شطار، قلبه الحديد فهمه ان احنا لسه صغار، صوتنا وبرضه هو اختار. ولقينا جوه كمان الديب كبير الديابه، شكله جميل ولطيف ومظهره كدابه، طوله في سواد الليل ضربته كآبه. ولقينا في الغابه تعبان غشيم ولئيم، وقرصته والقبر حبيب وحارس ديابه. والذي كان شغلته من الحاجات يا ناس اللي هنا يشغلنا، وجاب وراه نسناس، جبنا له موز مغربي جرى على ايديه وبات. في الاصل كان شغلته لايد الاسد بواب. لما لفينا ظنوا ان جالهم مدد، بصينا ولقينا حارس جوال الاسد، اصل الاسد ما حماه وقال له عزمي نفذ، اشبالي دخلوا القفص يا ريت ما كنت الاسد. ولقينا ديب مغرور واقف على شجره، اصله كمان مغرور وهبر له كام هبره. في الاصل كان شغلته يجمع الشله يصادوا ويصادوا، غزاله كانت حره، يصادوا ويصادوا غزاله كانت حره. كانت غزاله جميله، اتلموا حواليها وقسموا لحمها من الراس وبلعوا دمها ومضمضوا ايديها واستكتروا عظمها لاولادها، خافوا لا يجي اليوم يلملموا فيها. لكن الغزاله ربي نفع فيها بحق كن فيكون. رجع لجسد ليها وجمعوا اولادها واتلموا حواليها يعالجوا في جرحها ويبوسوا في ايديها. يا رب ما يكونش منهم ولا حتى لك فيها، يا رب ما تكونش غابه واحنا الله عليك. هي دي بتاعت أيمن؟ ماشي. ياسمين هنا. هنصور ياسمين هنا ولا هنا؟ طب هات اصور لك هنا. صوري ياسمين عشان هنا هي كده شغالة تسجل.